السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، غادي نطلب منكم واحد الطلب، ما تنسوش الله يرحم الوالدين. تفاعلوا معنا في هذا الفيديو هذا وعطونا الرأي ديالكم و... وما تنسوش ديروا اللايك وبارطاجيو الفيديو باش الفكرة تعم على الجميع. وحنا كنتقبلوا جميع الآراء ديال الناس المتتبعين ديالنا، يا سلبيين يا ايجابيين، يا اللي كيعجبو الراي ديالنا، اللي ما كيعجبوش هذا الراي والراي الاخر. كنتمناو لان تشاركوا وتبارطاجيو الفيديو والفكره تعمل الجميع. وكلنا رحنا كنحاولوا نجتهدوا في هذا الميدان هذا الرياضي ان شاء الله. غادي نتكلم معكم اليوم على الحارس أناس الزنيتي. أناس الزنيتي لأن من بعد الضغوطات اللي وقعت عليه مؤخرا، من بعد داك الشيء اللي وقع في جنوب افريقيا، لانه المقابلات، لان كان عنده امل لانه يفوز مع فريق الرجاء البيضاوي بعصبة الابطال الافريقيه. ومن بعد ما وقعوا عدة مشاكل وعدة ضغوطات عليه، الراجل ما بقاش قادر يتحمل ديك الضغوطات الكثيره اللي عليه، لا من داخل فريق الرجاء البيضاوي ولا من الخارج ولا من الجماهير اللي كيحبوا الفريق. لان هذا الحارس هذا عطى الفرقه، عطاها 10 سنين من حياته، لان عطاها بزاف ديال الاشياء وتعامل معها. وجو عده عروض من عده فرق أجنبية، خاصة من دول الخليج، ومغرية، وما تخلاش على الفرقة في الأزمة ديالها، وبقى مع الفريق ديالها. والآن لأنه دوز مع الفريق 10 سنوات، لأنه بقى وتنازل عدة مرات على المستحقات ديالو أو على بعض المستحقات ديالو. والآن لأنه حط الاستقالة ديالو، باغي يمشي بحاله، ماشي قدم استقالة، وإنما حط كيطلب المكتب لأنه باش يمشي بحاله، باش يريح معاه ويمشي بحاله. وزنيتي ما بقاش قادر يكمل في فريق الرجاء البيضاوي، اشنو ليه ضغوطات من بعد المنخرطين، ولا المشاكل اللي تراكمت، ولا الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي بالضغوطات ديالها، لانه كيعرفوا جنيتي في دائما هو القائد، دائما هو اللي كيعطي الطمأنينة للمدافعين والمهاجمين، لأنه هو اللاعب الرقم 12. كيلعب برجليه وكيلعب بيديه وكيحاول يدافع ويحاول يكون مدرب داخل الميدان. ما عرفتش اشنو اللي وقع، لان في تاج الزنيتي طلب من المكتب المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي لانه باغي يمشي بحاله، باغي يفسخ العقد ديالو بالتراضي مع المكتب المديري ديال فريق الرجاء البيضاوي. وهذه الاشياء هذه، لانه عده محاولات المكتب ما بغاش يفسخ معاه، وهو كيطلب لانه يفسخ معاه العقد ديالو، لانه ما بقاش قادر يكمل مع فريق الرجاء البيضاوي. اشنو؟ لانه مشات العصبه، لان العصبه باقي عندها ولو نقولوا 10%، لان الجيش الى ربحت لهيه في جنوب افريقيا والرجاء ربحت هنا باكثر من جوج، الاصابات غادا تدوز فريق الرجاء البيضاوي. كان ربما يتريط الزنيتي حتى نشوفوا المقابله المقبله وحتى يسالي هذا الموسم، والزنيتي يمشي هذيك الساعات. ربما عنده عروض من فرق اخرى، هادشي اللي سمعنا، لان كاين عروض اللي من فرق اخرى، يعني كاين بعض الناس او بعض الانديه اللي كيضغطوا على زنيتي وباغيين فريق الرجاء البيضاوي انها ما تجبرش، ما تبقاش، ما توقفش على رجليها. ربما انا غير اسئله، ما عنديش شي حاجه شي دليل قاطع. نكونوا واضحين في هذه المسائل هذه، غير يعني اشنو اللي وقع داخل فريق الرجاء البيضاوي. والحارس الزنيتي هذه 10 سنين وهو فاز معها بجميع الألقاب إلا عصبة الأبطال. يعني الحارس كان مميز، كان قائد، كان غيور على فريق الرجاء البيضاوي. والآن لأنه بغى يمشي بحاله، هاد الكلمات يمشي بحاله، يفسخ العقد ديالو بالتراضي، لان عندها وجهين. الى المكتب المديري ديال فريق الرجاء البيضاوي تعنت وما بغاش يفسخ معاه العقد بالتراضي، من حق الزنيتي انه يمشي للجنات النزاعات، الى ركبت ليه في راسو باللغه العاميه ومشى للنزاعات، لان الزنيتي كيستاهل فريق الرجاء البيضاوي 270 مليون من عهد البدراوي. ملي كان البدراوي بقى في ذمة فريق الرجاء البيضاوي، بقى على عاتق فريق الرجاء البيضاوي. ومن بعد ملي جابوا دريقة
وتقادت الامور ووقع اللي وقع البودريقه وجا هذه الهاله. والان تقريبا واحد 170 تقريبا 200 مليون اللي كيتسال ثاني لفريق الرجاء. يعني الزنيتي في المجمل غادي تسال تقريبا واحد 500 مليون وشي حاجه الفريق الرجاء البيضاوي ان لا مشى لجنه النزاعات ولا ما قدر الله ما تفاهموش معاه، لان الزنيتي معروف عليه انه كيبغي الرجاء وكيتنازل على جزء كبير من المستحقات ديالو. هنا كننتظروا الايام الجايه او غير الساعات القليله الماجيه اشنو غادي يوقع، اشنو الزنيتي غادي يتراجع ولا غادي يتعنت وغادي والمكتب كذلك غادي يتشبت به ويقدر يمشي للنزاعات. وهذا الشيء اللي ما بغيناش الى فسخ معاه العقد بالتراضي، لان الرجاء غتكون خسرت واحد الحارس لانه كبير وواحد القائد كبير في واحد الوقت صعب. وهذا الوقت صعب لانه ماشي جات غير في الزنيتي اللي غادي يمشي بحاله، لانه كاينين عده لاعبين تا هما لانهم بغاو كيطالبوا المستحقات ديالهم، بغى يمشي بحاله. بوكرين الزرهوني بالعمري تا هو جاه واحد العرض لانه باغي يمشي بحاله، لان من الاحسن الرجاء بالعمري تبيعه ولا يمشي بلاش. يعني كاين عده مشاكل عند فريق الرجاء البيضاوي، وهذه المشاكل هذه لان صعيب، لان الزنيتي الا مشى الرجاء غادا تفكك، لان اللاعبين كاين اللي شادهم غير الزنيتي لانه هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل معاهم. وهذا الشيء اللي ما بغيناش الزنيتي يمشي في هذا الوقت الرهين، ولا مشى في هذا الوقت الرهين لان الرجاء صعيب هذا الموسم هذا لانها دير شي حاجه او توقف. لان مع العلم ان ولو مشات عصبه الابطال ومشات البطوله باقي كاس العرش، باقي عندها الحظوظ تلعب على كاس العرش وتلعب في الكاف العام المقبل، ما غاديش تمشي للعام فارغ. هادشي اللي كنتمنى. ولكن الظروف هي هكذا كتحط، لان دابا المشاكل باديه من هذه 12 سنه من عهد بودريقه الاول، ومن بعد جاو الرؤساء الاخرين، ومن بعد جا البدراوي كذلك لانه دار اللي دار وبقى كيتسال تا الزنيتي كيتسال في العهد ديالو وكيتسال في عهد بودريقه، ودابا مع هذه الهاله. وهذا الشيء لان هاد اللي تيجي لا مشات للجامعه ديال هاد اللعابه اللي بغاو يمشيو بحالهم، لان لا ما تفاهموش معاهم الرجاء غتولي في واحد المشكله كبيره، لان غادي يولوا عداليتي جداد وخاصها منين تخلص. وهذا المكتب هذا ملي دار داك اللقاء التواصلي قال غادي يخرج بقرار اشنو غادي يمشي اشنو غادي يبقى اشنو غادي يدير، ما خرجش لينا باي قرار، ما وضحش اي حاجه للجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي، ما قال حتى شي حاجه، بقى كل شيء غامض. الرجاء حاليا كل شيء غامض، حتى البرنامج ديالها اللي كنقولوا انه برنامج شفاف قوي لان غادي يتكلموا غادي يهضروا ولا غادي يخرجوا، ما كاينش شي حاجه. اللاعب البوليفي اللي مشى كيلعب في بوليفيا اللاعب الاجنبي راه تا هو لان الفريق البوليفي لانه فعل داك البند اللي كاين في العقد ديالو، لان كانت الرجاء صيفطاتو بريتي، والان لينا تفعل وخاضوه نهائيا، ان هذاك اللاعب تا هو ما بقاش ديال فريق الرجاء البيضاوي. غادي تاخذ هذيك المبالغ اللي غادي تجيه منه، واللاعب اللي انه مشى بحال الرجاء دابا حاليا لان ما عندهاش، لا ما غاديش ما عندهاش لاعبين. وهاد اللاعبين اللي كاينين لانهم شاردين كلهم ما بغاو يمشوا بحالهم، كلهم عندهم عروض من فروق اجنبيه او فروق مغربيه. وهذا الشيء اللي ما بغيناش فريق الرجاء البيضاوي توصل ليه، ان صعيب لان فرقه من الحجم ديال فريق الرجاء البيضاوي انها توصل لهذه المسائل هذه. الان وصل السيف والزباع كيف كيقولوا، لان الرجاء وصلت الى واحد الحل لانها خاصها الهيكله ديال بصح، خاصها الهيكله ديال بصح. هادشي اللي كنقولوا، لان هادشي اللي غادا فيه، لان غادا تبقى الرجاء ربما يتمسح لها الاثار لما هزاش الجمهور ديالها، لان الجمهور ديالها مع كامل الاسف ومع كامل الاحترامات المنخرطين ديالها لانهم ما داروا والو الفريق الرجاء البيضاوي. ما عرفتش اشنو واقع، اشنو الحسابات، اشنو السماسره، اشنو اللوبيات، كاين اشياء كثيره كتروج الرجاء غير مفهومه داكشي عندها في الداخل. وكنعاودوا نفس الموال ونفس الاشياء كنعاودوا نقولوها ونعاودوا نقولوا راه خاصها تحول الى شركه، وخاصها لانها تولي قائمه الذات وما ما تبقاش جمعيه وما يبقاوش يدوزوا من داك
من ديك الجمعيه، لان تما فين كيوقع التخلويط وهذا الشيء اللي ما بغينا. خاص كل شيء يدخل المحاسبه وتولي شركه قانونيه. هذا الشيء اللي كنتمناو. مع العلم ولات واحد بعد الاشياء ثاني كتروج، لان كيقولوا ان عبد السلام بن القشور كيطالبوه الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي او بعض الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي، لانه باش يترأس فريق الرجاء البيضاوي. لان كنعرفوا عبد السلام بن القشور كان منخرط فريق الرجاء البيضاوي سابقا وهو رجاوي. والان الجماهير لانه ما بانش لهم اي الحل اللي يقدر يوقف الرجاء على رجليها هو عبد السلام بن القشور. عبد السلام بن القشور كنعرفوا انه هو رئيس العصبه. واش غادي يقدر يترأس فريق الرجاء البيضاوي ويترأس العصبة؟ لأن غتولي ازدواجية في العمل. لأن هنا غادي يقولوا لا راه بالقشور كيشري الحكام وإلى آخره. والله أعلم. نتمناو يتلقى حل، يكون بالقشور ولا يكون واحد انسان اخر، ولا تهيكل فريق الرجاء البيضاوي وترجع الى شركه. هذا الشيء اللي كنتمناو وهذا الشيء اللي بغينا. لان الرجاء ما تبقاش في هذا الشيء اللي فيه. وهذا الشيء عيب وعار على هاد المسؤولين اللي على الشأن الكروي في المغرب ككل. لانهم ملي كيشوفوا فريق عريق كفريق الرجاء البيضاوي لانهم ما يتدخلوش. كنهضر على رئيس الجامعه القجع حتى هو كذلك، لانه من السلطات ديالو انه يتدخل ويلقى حل ويريح مع الناس ديال فريق الرجاء البيضاوي ويعرف شنو واقع. كذلك عبد السلام بن القشور كاينين اشياء كثيره خاصها دار باش تقدر فريق الرجاء البيضاوي توقف على رجليها وتدخل الجامعه وبالقوه ديالها. لانه تحاول تصدر قوانين صارمه في حق الفرق كامله ماشي غير في حق فريق الرجاء البيضاوي باش تقدر الفروق يوقفوا على رجليهم ويمشيو. لان اغلبيه الفروق اللي تيج هذا الميركاتو غادي يتفتح نهار 15. يعني 15 في هذا الشهر هذا في يناير. يعني 15 يوم. الرجاء عندها عده مشاكل فينا هما اللعابه. وتا اللعابه اللي عندها غادي يمشي اغلبيتهم غادي يمشيو الى مشى الزنيتي وغادي ندخلوا في واحد الدوامه اخرى. الرجاء الى اين؟ ما حتى واحد ما عارف الى اين. في غاديين بهاد المسيرين، في غاديين بهاد المسؤولين. الله اعلم. لان الرجاء لها الجماهير ديالها والمساندين ديالها هما اللي غادي يهزوها في هذه الحاله هذه. لانهم هما اللي غادي يقدروا يلقاو حل. لان حتى اللجنه المؤقته اللي كنقولوا لان هذا المكتب هذا دار راسو السمك ما كيسمعش للنداءات لا ديال الجماهير ولا ديال اي واحد، وغادي في السيره ديالو وغادي فين اشنو بغا هو. اخواني اخواتي هادشي اللي عندي الى حد الان. وشكرا للجميع. وما تنسوش البارطاج وما تنسوش اللايك. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.